سطرت مديرية الشباب والرياضة لولاية مستغانم خاصة في موسم الاصطياف 2024 يعني عدة نشاطات ترفيهية تحسيسية ثقافية رياضية كلها تستهدف إلى الترفيه و خاصة تخص يعني فئات شبانية وخاصة الطفولة والشباب، ومنها يعني سطرنا يعني الجانب فيها الجانب الشباني والجانب الرياضي. كذلك منها من بين الجانب الشباني فيه متابعة حملة مراكز العطل والترفيه للشباب. كذلك كانت فيه مشاركة في مراسم الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف 2024. كذلك كان فيه النصف الشهري للطفولة، كان فيه استعراضات، فيه خرجات في الهواء الطلق. من بينها كذلك كانت مسابقة حراس السباحة لمراكز عطل والترفيه. كذلك نقطة أخرى كذلك في تربص الدرجة الأولى لفائدة منشطي مراكز العطل والترفيه الشباب. كانت حملة كذلك مراكز العطل والترفيه لفائدة الشباب الأطفال الجنوب، وكذلك الأطفال الجالية الوطنية بالخارج، كذلك أطفال المؤسسات يعني المشتركة. كذلك المخطط الأزرق لفائدة أطفالنا بالبلديات، وكذلك عملية التوأمة ما بين الولايات. كذلك فيه تنقلات الشباب، وكذلك دار الشباب المتنقلة الشاطئية لفائدة المصطافين. هذه فيما يخص الشق الشباني، دون ان ننسى يعني الشق يعني الرياضي اللي كانت فيه يعني كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية كذلك وتنس الشاطئية. وكذلك كان فيه معرض مع التطبيق الميداني في رياضة الغوص البحري بالعتاد. كانت فيه استعراضات في رياضة الزوارق الشرعية والألواح الشرعية. كذلك كانت فيه يعني عملية كرة القدم الجوارية، السباحة الجوارية معناتها السباحة الترفيهية اللي كان فيه يعني فتحنا كل مسابح الولاية للترفيه خاص بالشبانة، إضافة إلى التعليم اللي أعطاها عليه السيد والي ولاية مستغانم لإمكانية إعطاء يعني فرصة لأبناء البلديات والبلديات المناطق أو مناطق الظل فيه مسابح يعني متنقلة. حاليا لحد الآن فيه 4 مسابح متنقلة في بعض البلديات اللي حاليا هي تشتغل، وهذا اللي أعطى فرصة لأبنائنا اللي ما عندهمش فرصة باش يتنقلوا للبحار. احنا سهلنا لهم هذه الفرصة باش يفرحوا، يكون هذو أبنائنا يكونوا في أريحية يعني في أماكنهم وفي مناطقهم. كذلك كانت فيها يعني عملية رياضة أو الرياضة الذهنية يعني الشطرنج اللي كانت فيها يعني بطولة يعني وطنية، وكانت أقيمت في دار الشباب باستيليا، وكانت يعني فيها نجاحات يعني وشفنا خاصة أبنائنا اللي كانوا يشاركوا مستغانم اللي حصلوا على مراتب يعني جيدة. كذلك كرة الطائرة الشاطئية اللي كانت متواصلة يعني بشاطئ أوريعة، وفيه يعني فيه نشاط، كان فيه نشاط يعني طول الشهر يعني واللي كانت ما زالت لحد الآن متواصلة، وهذا ما يعطى فرصة لأبنائنا كذلك ولاية مستغانم المشاركة في الرياضات. وكذلك في عبد الملك رمضان مقامة حاليا كرة القدم الشاطئية اللي كانت كل موسم ان شاء الله، والنهائي الدوره يكون ان شاء الله يوم السبت او في هذه الايام القليله يكون في نهائي. وبهذا نكونوا يعني في هذا الموسم اعطينا اثرينا كان اثراء يعني فيما يخص الخرجات الشبانيه او النشاطات الشبانيه او الترفيهيه او التحسيسيه اللي تهدف يعني هذا كلها تهدف لصالح الطفوله وشبابنا يعني لولايه مستغانم.